أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل صحة وسعادة. وطبعا طالما احنا مشجعين لنادي الإسماعيلي مش هنكون في أفضل صحة وسعادة، وده بسبب السيناريوهات العجيبة والغريبة والمريبة اللي بنشوفها مع النادي الإسماعيلي. فعلا الواحد بعد المباراة والخسارة من الجونة الواحد مش مصدق ايه اللي بيحصل ده أو ايه الواقع اللي احنا بنعيشه مع النادي الإسماعيلي. 3 بونت خلاص كانوا في ايدك وفي المتناول والجمهور مبسوط في الاستاد وتشجيع وحماس، ولكن الكابتن طارق العشري كان ليه وجهة نظر مختلفة، وكمان بعض من اللعيبة اللي موجودة في أرضية الملعب حالفة يعني إن النادي الإسماعيلي ما يحققش الفوز، وبالفعل أو بنتيجة طبيعية أو بمستوى لاعبي النادي الإسماعيلي النتيجة بتتغير آخر 5 دقايق والنادي الإسماعيلي بيتعرض للهزيمة 2-1. بعد الخسارة المذلة من قدام الجونة الكابتن طارق العشري قدم استقالته للجنة المعينة للنادي الإسماعيلي وقال لهم إن أنا مش هقدر أكمل وما عنديش أي جديد أقدمه، وبناء عليه أنا بقدم استقالتي وبرفع عليكم الحرج عشان تختاروا مدير فني يقدر يشتغل مع النادي الإسماعيلي الفترة اللي جاية. لكن خليني أقول لك يعني بعض التفاصيل أو الكواليس اللي كانت بتدور خلال الساعات اللي بعد الماتش، ان للاسف في بعض الناس داخل اللجنه المعينه كانت رافضه فكره رحيل الكابتن طارق العشري، ولكن عايز اقول لك ان الجبهه اللي بيقودها الكابتن علي غيط مع المقدم مصطفى اميرو، يعني نقدر نقوله معاهم 2 من الاعضاء داخل اللجنه تمسكوا بشكل كبير جدا جدا برحيل الكابتن طارق العشري، وان الكابتن علي غيط خلاص شايف ان الكابتن طارق العشري مش هيقدر يقدم اي جديد ومش هيقدر يقدم اي مردود فني خلال المباريات اللي جايه. ولكن خليني اقول لك المشكله اللي النادي الاسماعيلي بيعاني منها على مدار السنوات اللي فاتت، وهم اصحاب القرار اللي من خارج النادي الاسماعيلي. بعض الناس اللي بره اللي بيتميزوا بالسلطه واللي بيتميزوا بعلاقات باصحاب القرار حوالين النادي الاسماعيلي، عايز اقول لك ان بالفعل كان في ناس من خارج النادي الاسماعيلي كانوا بيضغطوا بشكل كبير جدا على اللجنه المعينه عشان الكابتن طارق العشري يستمر في مشواره مع النادي الاسماعيلي كمدير فني. ولكن خليني اقول لك ان بعض اعضاء اللجنه المعينه تمسكوا بموقفهم برحيل الكابتن طارق العشري، ورفضوا اي ضغوط او اي محاولات لاستمرار طارق العشري كمدير فني للنادي الاسماعيلي. ودي مشكله قويه جدا جدا بتقابل وبتواجه النادي الاسماعيلي، وهي ان للاسف ما عندناش كوادر فنيه، ما عندناش خبرات تقدر تخطط لمستقبل النادي الاسماعيلي، وان للاسف الناس اللي بتاخد القرارات او الناس اللي بتتحكم في مصير النادي الاسماعيلي ما عندهمش الخبره ولا الخلفيه ان هم ياخدوا قرارات تكون في صالح النادي الاسماعيلي. بجد عايز اقول لك بعد الخساره من الجونه انا قاعد مع نفسي كده ازاي النادي الاسماعيلي فرط في ال3 نقاط دول بكل سهوله. اول لقطة يعني الحقيقة مش قادر افهمها ومش قادر استوعبها من الكابتن طارق العشري هي مسألة خروج محمد وجدي وخروج كونتا ونزول ابراهيم عبد العال ومروان حمدي، وان للاسف يعني احنا فقدنا السيطرة عن منطقة وسط الملعب بشكل نهائي، وان احنا مش قادرين نجاري فرقة الجونة ومش قادرين نستحوذ على وسط الملعب، مش قادرين حتى نطلع بالكرة لقدام، وده بسبب تغييرة الغريبة من وجهة نظر وهي خروج كونتا اللي هو كان انشط لاعب النادي الاسماعيلي خلال الشوط الاول. انا نفسي بجد اخش جوه دماغ الكابتن طارق العشري وافهم هو بيفكر في ايه او هو اخذ القرار ده بناء على ايه. بجد والله نفسي الاقي اجابة للتغيير اللي عمله الكابتن طارق العشري. كمان عايز اقول لك بعد الجون الثاني اللي دخل فينا من ضربة جزاء الكاميرا جت على الكابتن طارق العشري وهو ماسك تقريبا الايباد بتاعه ومش عارف بيعمل ايه كده او بيقول خطة. يعني انا بجد والله مش قادر افهم هو الكابتن طارق العشري بيعمل ايه، يعني بيخطط لايه او هيقول طريقه لعب ايه. يعني عايز اقول لك ان اصلا خلاص عقبال ما لعيبه النادي الاسماعيلي تسنتر الكوره حكم المباراه هيصفر والمباراه تنتهي. برضه نفسي افهم الكابتن طارق العشري بيدون ايه او بيكتب ملاحظات ايه او عايز يعمل ايه او هياخد ايه من الماتش، مش قادر افهم. واروح للقطه الثالثه والغريبه بالنسبه لي هي فكره ان نادر صقر الكابتن طارق العشري بيخليه ينزل في الدقيقه 97. نفسي الاقي مبرر واشوف الكابتن طارق العشري ليه عمل التغييره دي. طب الكابتن طارق العشري بيضيع وقت بالتغييره دي؟ يعني بجد نفسي افهم ليه هو عمل معانا كده، وليه لما انت شايف خلال الشوط الثاني ان فرقه الجونه بدات تستحوذ وتسيطر على كل نقطه في الملعب، ليه ما عملتش تغيير ونزلت انور صقر عشان يقدر يخف ويشيل الضغط من عليك، وبناء عليه يعني يخلي خط الدفاع يشم نفسه شويه بدل الضغط المتواصل من الجانب الايمن او الايسر او من الاختراق من العمق. انا الحقيقه مش قادر افهم. كمان خليني اعرض لك اللقطه اللي انت شايفها قدامك دي وهي لقطه الهدف الاول، يعني تقريبا قبل الهدف بثواني. شايف تمركز لاعبي النادي الاسماعيلي فين وسايبين لاعبي الجونه فين لوحدهم خالص ومش عارفين يمسكوهم.
دي يعني سوء تمركز من لاعبي النادي الاسماعيلي، وبنتكلم في الف ب كوره. يعني احنا بنتكلم خلاص في الدقايق او الثواني الاخيره، المفروض ان كل لاعب يمسك لاعب من الجونه، ولكن يعني لاعبي النادي الاسماعيلي واقفين على الاول وفي سايبين لاعبي الجونه واقفين في الاخر. يعني الحقيقه ماتش مضحك بالنسبه لي، وفي حاجات كتيره جدا انا مش قادر افهمها او مش قادر استوعبها. كمان برضو بنشوف الحارس عبد الله جمال على قد المردود الجيد اللي عمله فيه في المباراة، ولكن فكرة ان كل ما الكاميرا عليه بيفضل يضحك، انا مش قادر افهم هو بيضحك على ايه. يعني بجد انا عايز اقول له وانا في الاستاد كده، يا عم انت بتضحك ايه يا عم؟ ده احنا المركز الاخير مش بننافس على الدوري. يعني بقى انا بحس ان العقليات لاعبي النادي الاسماعيلي او الدماغ بتاعتهم او فكرهم بجد هم مش حاسين بالوضع الخطير اللي النادي بيعاني منه. يعني بتحس ان النادي الاسماعيلي في وادي ولاعيبه النادي في وادي تاني، ومحدش عارف اصلا ايه اللي بيحصل ده. فلا يعني الواحد حزين ومستاء بسبب الخساره قدام الجونه، والماتش كان في ايدك. 3 بونت كانوا هينقلوك وكانوا هيدوك دفعه معنويه قبل المباراه المهمه والصعبه قصاد المصري المباراه المقبله. يعني نقدر نقول ضيعنا مباراة وادي دجلة اللي كانت في اسماعيلية، وادي ضيعنا مباراة الجونة اللي في اسماعيلية. يعني احنا بنتكلم لو كان معانا مدير فني او معانا نوعية لعيبة افضل واحسن من كده، والوضع بقى احسن، بدل ما بقينا ملطشة لكل الفرق، كل فرقة بتيجي تاخد منك ال3 بونت بكل سهولة. استاد اسماعيلية اللي كان بيبقى رعب لكل فريق وكل لعيبته جاية وعارفة ان هم يعني شايلين هم الجمهور الاسماعيلي، بقينا نادي مستباح وبقينا استاد مستباح وبقينا لعيبه مستباحه ومعانا جهاز فني لا حول له ولا قوه. نقطه كمان عايز اتكلم فيها الحقيقه وهي خارج سياق الفيديو بصراحه، يعني اتمنى بجد بقى من رجال الاعمال والساده النواب ان هم يتحركوا. يعني اديكوا شايفين وضع الفريق، واديكوا شايفين الناس يعني بتتكلم علينا ازاي، واديكوا شايفين النادي الاسماعيلي بقى ملطشه كل الفرق، واديكوا شايفين الناس بتتكلم ازاي على اسماعيليه. فلازم حضراتكم يعني اتحركوا معانا. يعني اتمنى من حضراتكم تاخدوا بايد النادي الاسماعيلي ويكون لكم اي رد فعل بدل السكوت والصمت التام اللي انتوا بتعملوه ده. يعني انا الحقيقه بجد اتكلمت كتير جدا وناشدت كتير جدا رجال الاعمال والساده النواب، فاتمنى من حضراتكم بس اتحركوا. يعني اتمنى من حضراتكم بس اعملوا حاجه عشان النادي الاسماعيلي ده، اعملوا حاجه هنفضل نفتكركم طول عمركم. اتمنى يعني ان انتوا ما تسيبوناش في الوحل ده. اتمنى ان انتوا تقعدوا، اي حد يقدر يساعد او اي حد يقدر يحل مشكله من مشاكل الاسماعيلي اتمنى ان هو ما يتاخرش. اتمنى ان انتوا تشوفوا اي حاجه تعملوها في صالح الاسماعيلي. اديكوا شايفين منظرنا، اي فرقه تعبانه اي فرقه مش نافعه بتيجي تاخد مننا ال3 بونت. فنامل باذنك يا رب ان الامور تتغير. يا عم مش عايزين تدفعوا فلوس، ولكن احنا عاملين محاضر ورفض ميزانيه مجلس يحيى الكومي. يعني اتمنى ان انتوا بس حركوا الامور، حركوا القضيه معانا. القضيه موجوده عند الجهاز المركزي للمحاسبات. يا عم اطلعوا اعملوا بلاغات واطلعوا حركوا الدنيا وهدوا الدنيا كلها على يحيى الكومي، الراجل اللي تسبب وفسد في النادي الاسماعيلي. لحد دلوقتي الراجل بيتمتع بحياته ومفيش اي مشكله وما عندوش اي ازمه مع حد، ولكن احنا كجمهور للاسماعيلي اللي بنشيل الهم. فيعني رسالة أخيرة لحضراتكم السادة النواب ورجال الأعمال عن محافظة إسماعيلية، يعني نتمنى من حضراتكم إن أنتوا تتدخلوا وتشوفوا أي حاجة تكون في صالح الإسماعيلي. حرام تسيبوا النادي الإسماعيلي بالوضع وبالشكل المهين ده. المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي كنا انفرضنا لحضراتكم قبل كده وقلت لك إن حصل تواصل واتفاق بين اللجنة المعينة للنادي الإسماعيلي مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، ولكن الموضوع اتأخر بسبب النقطة اللي أخدناها من سيراميكا كليوباترا. وكان من المفترض إن بعد انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا يتم رحيل الكابتن طارق العشري وتعيين الكابتن عبد الحميد بسيوني. خليني أقول لك إن الكابتن عبد الحميد بسيوني يعني نقدر نقول هو المدير الفني الأقرب للنادي الإسماعيلي. هيكون معاه في الجهاز المعاون طبعا بلا شك القيصر حسني عبد ربه، وهيكون معاه مدرب حراس المرمى الكابتن سيد السويركي، وهينضم ليهم الكابتن عبد الله الشحات من الجهاز الفني القديم. كمان عايز اقول لك في كلام ولسه الامور مش اكيده في موضوع منصب المدرب العام، وهو وجود الكابتن محمد محسن ابو جريشه هيكون مساعد للكابتن عبد الحميد بسيوني. ولكن انا عايز الفت نظرك لحاجه، وهو وجود مفاوضات بين نادي بلديه المحله مع الكابتن محمد محسن ابو جريشه عشان ابو جريشه يتولى القياده الفنيه لبلديه المحله. خلينا نشوف الامور هتوصل لايه او هتروح لفين، والقرار هنا عند الكابتن محمد محسن ابو جريشه. هل الكابتن ابو جريشه هيوافق ويكون رقم 1
واحد في بلدية المحلة، ولا هيوافق ان هو يشتغل داخل النادي الاسماعيلي في الظروف الحالية. عايز اقول لك كمان ان في بعض الاقاويل من داخل الادارة او من داخل اللجنة المعينة هو وجود اسم الكابتن خالد جلال، وتم طرحه بقوة داخل اللجنة المعينة للنادي الاسماعيلي. ولكن احنا بنأكد لحضرتك ان على حسب الانباء اللي جايه لنا وعلى حسب اخر التحديثات اللي موجوده داخل النادي الاسماعيلي ان الكابتن عبد الحميد بسيوني هو المدير الفني القادم للنادي الاسماعيلي. حضرتك متأكد وعارف ان النادي الاسماعيلي كل دقيقة او كل ثانية الامور كلها بتتغير، وابسط مثال والعبرة اللي بناخدها دايما هو وجود الكابتن شوقي غريب كمدير فني للنادي الاسماعيلي الموسم اللي فات، ومفيش اكتر من الصفحة الرسمية نزلت خبر تعيينه، وكمان كان موجود في اسماعيلية. فاحنا بنقول على حسب الانباء بتشير ان الكابتن عبد الحميد بسيوني هو المدير الفني القادم للنادي الاسماعيلي. وزي ما قلت لحضرتك هيكون معاه الكابتن محسن ابو جريشه، ده لو ما راحش بلدية المحلة هيكون معاه حسني عبد ربه وعبد الله الشحات وسيد السوركي، وهيتم تشكيل باقي الجهاز بعد كده. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. ولكن احنا بنقول ان الكابتن عبد الحميد بسيوني في حالة توليه وموافقته على تدريب الاسماعيلي الامور هتكون صعبة جدا عليه. حجم الضغوطات اللي هيواجهها اعتقد ان هو ما واجههاش قبل كده. لازم هيكون عندنا دور تاني صعب وقوي جدا جدا، لازم نحسن من موضعنا، لازم ادائنا يتغير، لازم الامور كلها تتحسن داخل النادي الاسماعيلي. كمان انا ليا طلب عند الجهاز الفني الجديد للنادي، وهو ابعاد الفريق عن الحالة اللي موجودة. يعني انا بقيت بحس ان الفريق بتاعنا بقى خلاص بقى تمسكوا او دخل جواه حالة الانهزامية. يعني احنا لازم نشوف حل نبعد الفريق ده عن اسماعيلية، او نبعد الفريق ده عن الاحداث اللي بتدور حوالين النادي. لازم يكون في حل جذري. اللعيبة نازلة مش عارفة بتأدي، مش عارفة تعمل اللي عليها، في قرارات فردية كانت ممكن تخلص الماتش، ولكن اللعيبة ما عندهاش الفكر ازاي تخلص الهجمة دي او ازاي تخلص الماتش كله. ولكن للأسف احنا مع اللعيبة دي الامور كلها بتسوق والامور هتروح في سكة صعبة. كل امنياتنا بالتوفيق اكيد للجهاز الفني الجديد. اعتقد ان اي مدير فني جديد جاي وعارف الفريق فيه ايه. اعتقد ان اي مدير فني هيجي عارف ان النادي الاسماعيلي من الفرق اللي ما بتعرفش تدافع. اكيد اي مدير فني هيجي عارف ان الدفاع بتاعنا ملط حرفيا. اتمنى المدير الفني الجديد ما يضيعش وقت زي الكابتن طارق العشري لحد ما يستكشف الفريق ويعرف امكانياته. نادي الاسماعيلي حضرتك وانت بتتفرج في التلفزيون عارف اخره ايه واوله ايه. فاتمنى ان الامور تكون افضل وتتحسن الفتره اللي جايه. عايز اقول لك احنا عندنا حاله من اليأس والاحباط والحزن والنكد بجد بسبب اللي بيحصل مع الاسماعيلي. امبارح واحنا طالعين من الاستاد والمدرج الناس كلها يعني بتبص في وشها، محدش بيكلم حد، والناس بقت ماشيه بتكلم نفسها في الشارع. وكل ده بسبب اللي بيحصل مع النادي الاسماعيلي. عايز اقول لك كمان على صفحتي في الفيسبوك واحد بعت لي فيديو بكاء ابنه طفل صغير وزعلان وعمال يعيط منهار من البكاء بسبب خسارة الاسماعيلي من الجونة، ووالدته صوتها طالع في الفيديو وهي عمالة تقول له معلش ويا عم شجع فريق غير الاسماعيلي. فهو ده النادي الاسماعيلي. شفت وصلنا لايه؟ الوضع بقى صعب جدا. ربنا يتولانا وربنا يعديها على خير. اكيد في النهايه اتمنى تقول لي وجهه نظرك في مساله تولي الكابتن عبد الحميد بسيوني ده في حاله ان الامور انتهت بنسبه 100%. شايف ان هو يقدر ينجح مع النادي الاسماعيلي؟ شايف ان هو يقدر يحقق الطفره ويغير اداء اللعيبه؟ ولا المشكله في اللعيبه لو حتى جبنا جوارديولا زي ما الناس بتقول لنا في التعليقات؟ وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. ايه يا عبود؟ في ايه؟ في ايه؟ خسر؟ مش هو كان ضربة جزاء؟ بالاخر دخل في جونين. بعد ما خد ضربة الجزاء دي خدها؟ خدها وقام جاي فيه جونين كمان. دخل في جونين. يعني اول ما اتغلب الوقت ايه راح فين بقى الاسماعيلي؟ طلع بره الدوري؟ امال ايه؟ ملوش لازمة الكلام ده. طب سامي مارك حول الله. حتى لو رفيق. أنا مش عايزة رجل. عامل إيه؟ أنا عايزة ايه ده ايه ده؟ أنا جنب إيدك لما كنت متجوزة. خلاص. المهم أنا عايزك تفكري في موضوع الجواز بجدية أكتر. خلاص. ولو الجواز نموت نفسنا عشان الاسماعيلي يا ولاد؟ ها؟ أنا خلاص. بصورك أنت واحدة
هتشجع حد غيره بقى، شجع حد غير الاسماعيلي. بس خلاص احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.